عباس موظف في البوسطة تم ترقيته، لكن الترقية دي جت بنقله من القاهرة وتعين ناظر مكتب البوسطة في كوم النحل محافظة أسيوط، تبعد عن محطة القطر ومعزولة عن المدنية ومنتشر فيها الجهل والتعصب. ما لقيش عباس سكن غير بيت قديم بتاع الحاج عبد السميع عمدة البلد، وهناك اكتشف ان سميدة فراش المكتب بيستغل قرابته للعمدة وعامل مكتب البوسطة عشة بيربي فيها الطيور وبيبيع فيه خضار وفاكهة، فأمره يشيل الحاجات دي والا يشتكي له العموم في مصر. فحصلت بينهم عداوة، لكن العداوة دي ما كانتش هي العداوة الوحيدة. عباس كان متأجر البيت كله من العمدة اللي طلب ياخد أوضة من البيت عشان يأجرها لناظر الزراعة، وما رفض عباس أعلن العمدة عليه الحرب. ما لقيش عباس حد يصاحبه في البلد الا عزيز افندي ناظر المحطه. عانى عباس من الوحده والملل والحرمان العاطفي، بدا يشرب الخمره اللي كان بيجيبها له معوض فلتس افندي، وكمان كان بيتفرج على مجلات البلاي بوي اللي كانت بتجيله من مصر. واما وقعت مجله من المجلات دي في ايد سميضه اللي كان متضايق منه، استغلها فرصه وفضحه في البلد. لكن عباس بدل ما يهمد ويتهد بقى ويكن، اتعرف على نعسه الغازيه وجابها البيت، فسميضه والعمده فضحوهم وطردوا الغازيه، وقدم العمده بلاغ ضد عباس. ضابط النقطه اللي حفظ البلاغ لانه كان عارف ان في حساسيات بين عباس والعمده بسبب السكن. ضاقت الحلقه على عباس وبقى مش طايق نفسه، لا سهر ولا نسوان ولا فسحه، وملل في ملل في كوم النحل اللي بقى يسميها كوم النحس. فقرر الانتقام من اهل القريه بانه يتجسس على رسايلهم ويعرف اسرارهم، فكان بيفتح الجواب ببخار الميه المغلي يقراه ويقفله من تاني. الحكاوي كانت كلها ممله عن الطار والجواميس اللي بيشتروها ويبيعوها، لغايه ما وقف عند خطاب عاطفي. اكتشف ان في عاطفه ومشاعر وسط الناس البسطاء دول اللي كان بيعتبرهم همج. جواب من بنت لحبيبها فيه كلمات حب رقيقه جدا. اللي لفت انتباهه ان الجواب ده مبعوث لواحده اسمها ام احمد. استغل سلامه وجود الخدامه اللعوب مريم واغتصبها، ولما عرفت حليمه مراته ما قدرتش تواجهه ولا تكلمه، لكنها بعتت لاهل الخدامه في الاقصر وقالت لهم ان بنتهم وقعت في الخطيه، فجم خدوها عشان يقتلوها. واما اتفتحت مدرسه امريكاني داخليه للبنات في اسيوط، بعت المعلم سلامه بنته جميله تتعلم فيها رغم اعتراض حليمه امها. وفي المدرسه اتعرفت جميله على زميلتها زينه واخوها خليل، وحصلت بينهم قصه حب. ولان زينه ساكنه في النخيله، طلبت جميله تروح تقضي لها يومين من الاجازه عند عمتها في النخيله، وهناك قابلت خليل اخو زينه وكان الشيطان تالتهم. اتبادل خليل وجميله الجوابات عن طريق الدلاله ام احمد اللي خلت عنوانها مكتب البوسطه نفسه. جت الصبح تستلم الجواب، فطلب منها تمضي انها استلمت الجواب، فقالت له انها بتبصم بس، فعرف ان الجواب ده مش ليها وان هي مجرد مرسال غرام بين حبيب وحبيبته. الموضوع ده اثار فضوله وقرر يتابع القصه. اما جميله استنجدت بخليل، قدم لابوها لكنه بيرفض لان خليل شاف بنته واتعرف عليها اما كانت بتدرس في مدرسه، وده بيتنافى مع التقاليد، ونسي انه اغتصب الخدامه وتسبب في قتلها. جميله بتعترف لامها بانها حامل وبتطلب مساعدتها، فتاخدها امها للدايه عشان تجهضها، لكن الدايه بتكون سافرت وبيقعوا في ورطه كبيره. تابع عباس الجوابات المتبادله بين جميله وخليل، وعرف منها ان البنت حامل وانها بتستنجد بخليل. اما استنجدت جميله بخليل، بعت لها جواب يطمنها فيه وقال لها انه هيسافر اسكندريه يشتغل هناك، وهيبعت لها جواب بعنوانه عشان تهرب ويتجوزوا هناك. عباس قرا الجواب دوت، وفي لحظه غضب ختم عليه بختم البوسطه من جوه. لما عباس ختم الجواب من جوه بطريقه خطا، كان مستحيل انه يسلمه لان ده ممكن يسجنه ويضيع مستقبله خالص، فاتخلص من الجواب. وفي نفس الوقت ام احمد الدايه سافرت لبلد تانية. خليل بعت جواب تاني يستفسر عن سبب عدم رد جميله وفيه العنوان. عباس فرح جدا بالجواب دوت، لكن ام احمد ما جاتش تستلمه. فلما حاول يدور عليها، اهل القريه بصوا له بشك بسبب الفضايح اللي سببها له سميضه. الناس كلها كانت بتنظر له بشك. فلما حاول يسال بعض البنات عن جميله، البنات هربوا من قدامه واتهموه بانه بيعاكس بنات القريه. بيعرف الاب ان بنته حامل وبيقرر قتلها، لكنها بتهرب من البيت وتجري تلطش مش عارفه تروح فين وتيجي منين. ابوها بيطاردها ويمسكها ويقتلها، وبيشيلها على ايديه ويمشي قدام اهل البلد كلهم وسط صريخ امها وذهول اهل القريه. عباس لغايه الوقت ده ما كانش عارف مين البنت ولا مين الولد، لكن لما ماتت عرف انها هي دي البنت المقصوده اللي كان بيدور عليها عشان يديها جواب خليل اللي ما حدش حضر يستلمه. حس عباس ان هو السبب في قتلها لانه ما سلمهاش الجواب، فبينهار ويقطع كل الجوابات اللي معاه وبيمشي حزين وهو حاسس انه القاتل الحقيقي المجهول. فيلم البوسطجي عن قصه الكاتب الكبير يحيى حقي، واتعرض لاول مره سنه 1968، وهو من افلام الابيض واسود، وللاسف لما اتعرض ما حققش اي ايرادات تذكر، لكن بعد كده اختير ضمن افضل 100 فيلم مصري. الفيلم بطولة شكري سرحان، صلاح منصور، زيزي مصطفى، حسن مصطفى، ومن اخراج حسين كمال. من فضلك اذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.